هل يعاني جهاز آيفون الخاص بك من بطء في فتح التطبيقات؟ لا تقلق، هذه مشكلة شائعة. في هذا الفيديو سأقدم لك بعض النصائح البسيطة والفعالة لجعل جهاز آيفون يعمل بنفس سرعة يوم شرائه. إذا وجدت هذا الفيديو مفيدا فلا تنسى الاشتراك وكتابة تعليق. هيا بنا نبدأ. نصائح مفصلة. أول ما أنصحك به هو التحقق من مساحة التخزين. انتقل الإعدادات عام مساحة تخزين آيفون. ستجد قائمة بالتطبيقات التي تشغل أكبر مساحة. إذا وجدت أي تطبيقات لا تحتاجها فاحذفها. عندما تكون مساحة التخزين منخفضة يبدأ جهاز آيفون الخاص بك بالتباطؤ. تاني حاجة، التحديث في الخلفية. من الإعدادات اكتب Background App Refresh. اختار التطبيقات المهمة بس أو اقفلها خالص لو جهازك مساحته قليلة زي 64 جيجا. اعمل إعادة تشغيل للآيفون. اضغط مطول على زر الباور زائد زر رفع الصوت كم ثانية. ده بيقفل العمليات اللي شغالة في الخلفية وبيخلي الجهاز أسرع لما يفتح. قلل الحركة ريدوس موش. راح نعل Settings Accessibility موش وفعل ريدوس موش. ده بيخفف الأنيميش، يوفر بطارية ويخلي الجهاز أسرع. نظف متصفح سفوري. من الإعدادات ادخل على سفوري. اختار كلير هيستوري ان ويب سايت دات. ولو حاب اقفل كل التابات. خليك فأكر إن ده يمسح أي صفحات محفوظة. اقفل خاصية ياسري. الخاصية دي بتخلي الآيفون دائما في وضع انتظار وده بيضغط على المعالج خصوصا في الأجهزة القديمة. اقفل تحليلات وتحسينات النظام. راح نعل Settings Privacy وسكيورتي Analytics وإمبروفمنتس. واقفل Share iPhone Analytics Share iCloud Analytics Improve Siri وديكتاش Improve Location Accuracy. الخيارات دي بتستخدم جي بي اس والمعالج وبتبعت بيانات لآبل.